واش بصح البصلة اللي كانت شاعلة فيها العافية ووصلت ل 15 درهم غادي ترخص قبل العيد؟ اليوم غادي نكشفوا لكم كيفاش الأسواق المغربية رجعات التوازن ديالها باش تحمي جيب المواطن في هاد ماي 2026. ولكن شنو اللي خلى هاد الأسعار تنهار بهاد السرعة؟ مشاهدينا الكرام، كاملين عشنا الأزمة الخانقة في مارس 2026 فاش البصلة دارت القرون وفاتت 15 درهم للكيلو بالجملة، وهذا الشيء خلق ندرة وخلل كبير في السوق. ولكن دابا المهنيين كيأكدوا باللي العرض والطلب رجع لهم التوازن التام وكاينه وفرة وطمأنينة قبل ذروة الاستهلاك. ياك ما بغيتوا تعرفوا شنو هي الجذور الحقيقية اللي كانت وراء هذه الأزمة من الأول؟ السبب الرئيسي ديال هذيك الأزمة كان توالي الصدمات المناخية، حيث قلت الشتاء في البداية ضربات الإنتاج خصوصا في منطقة الغرب، وزيد عليها الرطوبة والبرودة اللي خسروا نسبة كبيرة من البصلة اللي كانت مخزنة، وهذا الشيء قلص العرض وطلع الأسعار صاروخيا مقابل طلب متزايد. كيفاش قدرت الأسواق الكبرى بحال كازا تجاوز هذا النقص؟ الدار البيضاء اللي هي القلب النابض ديال التموين في المغرب قدرات تفك العقدة، بحيث سوق الجملة ولا كيستقبل 400 طن يوميا ديال البصلة الطرية اللي عوضات النقص الحاصل في البصلة اليابسة. وكيف ما صرح جعفر الصبان مدير السوق، الكميات ولات كافية ومطمئنة استعدادا للعيد. ولكن هذا الخير كامل بشحال كيوصل لقفة المستهلك فاش كيخرج من عند الفلاح؟ الرحلة ديال السعر من الفلاح للمستهلك ولات واضحة وفي المتناول، فمتوسط الثمن المرجعي بالجملة هو 2 دراهم، والحد الأدنى درهم و20 سنتيم، والحد الأقصى 2 دراهم و70. وهذا الشيء كيخلي السعر النهائي للمستهلك ما يفوتش 5 دراهم الكيلو، شاملة مصاريف النقل والربح ديال التقسيط. ولكن واش هاد البصلة الرخيصة محلية ولا مستوردة من على برا؟ البصلة المحلية الطرية هي اللي فرض السيادة ديالها دابا في السوق بقوة بجودة عالية وثمن تنافسي، وهي اللي غطات الحاجيات وعوضت ديك 40 طن يوميا ديال البصلة اليابسة. أما البصلة المستوردة من مصر وألمانيا فكان التأثير ديالها هامشي ومؤقت، غير باش يعاون في بداية الانفراج. والسؤال اللي كيطرح راسو هنا، واش هاد الوفرة قضات أخيرا على المحتكرين والشناقة؟ التدفق الهائل ديال المحاصيل في هذا الشهر ماي هرس الشوكة ديال الاحتكار ودمر هوامش المضاربة وقضى على التخزين السري اللي كانوا كيمارسوه بعض الشناقة اللي كانوا كيطلعوا الأسعار وخا المنتوج كاين. وهذا الشيء رجع التوازن الطبيعي لقانون العرض والطلب وحمى جيب المواطن البسيط بشكل مباشر. كيفاش هاد المحاصيل كتوزع على كاع المدن المغربية بهذه الكفاءة؟ السر كله كاين في مرونة شرايين الإمداد وسلاسل التوريد اللوجستية اللي ربطات المغرب من الداخلة والعيون وأكادير لمراكش وكازا والرباط، بحيث كيتم نقل المحاصيل من مناطق الإنتاج بحال الغرب والواجهة الأطلسية لكاع أسواق الجملة بأسعار عادلة وموحدة تقريبا. ولكن شنو واقع في باقي الخضروات الأساسية بحال مطيشة وبطاطا؟ بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية الأخرى في هاد ماي 2026، مطيشة كتعرف وفرة، ولكن كاين تذبذب نسبي في الأثمنة على حساب الجودة والاختلاف بين الجملة والتقسيط. أما بطاطا فكتعرف استقرار نسبي ومريح بفضل انتظام سلاسل التوريد والتأثير الإيجابي لقرارات دعم البذور من طرف الدولة. ولكن واش فكرنا في الفلاح اللي كيتكبد هاد التكاليف باش يوفر لنا هادشي؟ ورا هاد الأثمنة المناسبة كاين تحديات صامتة كيعاني منها الفلاح المغربي، بحال الغلاء المستمر ديال الغازوال والأسمدة والمواد الكيميائية الفلاحية. وكيف ما قال عبد النبي الزراري رئيس جمعية منتجي البصل والبطاطس، الأسعار دابا مزيانة للمستهلك، ولكن خاصنا نراعي وضعية الفلاح باش نضمنوا استمرارية الإنتاج حيث التكاليف باهظة. فشنو هو السيناريو المتوقع في هذه الأيام القليلة اللي بقات العيد الأضحى؟ كيف ما كنعرفوا كاملين، عيد الأضحى كيرفع الطلب بشكل كبير وكيغير استهلاك الأسر المغربية. ولكن المهنيين كيتوقعوا بناء على هذا التموين القوي باش تستمر الأسعار في استقرارها في أسواق الجملة والتقسيط حتى المورا العيد. وهذا الشيء غادي يخفف الضغوط التضخمية ويحمي القدرة الشرائية ديالنا بشكل ملموس. وهذا الشيء كيبين قوة الفلاحة ديالنا، ياك؟ وفي الختام مشاهدينا الكرام، القطاع الفلاحي المغربي أثبت المرونة الهيكلية ديالو وقدرته الفائقة على التعافي السريع وخا كاين صدمات مناخية وتقلبات عالمية،
باش يضمن لنا الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي في هذه الفترات الحساسة، والخير قادم الحمد لله. ما تنسوش تشاركوا معنا في قناة شوف توك وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد الحصري. تبارك الله عليكم.